سلام، مرحبا بكم في قناة ام يونس. جيتكم اليوم بوصفة بسبوسة الفردية، تجي بزاف خفيفة وبنينة، خاصة اللي يستعملوها كمشروع للمقاهي ولا لي كوموند ولا حسب المشروع اللي تعملوه من المنزل. تجي بزاف، قلت لكم خفيفة وبنينة، خاصة بهذه المكونات. انا دوك نشوفوا كيفاه الله يبارك تجي من داخل، تجي روعة، تجي مشربة، نشربوها طبعا. والان نديرو جيم للفيديو ونديرو الوصفة مع بعضنا. نبداو بالشربات. هي الاولى عندنا نص كاس سكر حبيبات، عندنا كاس ماء، وعندنا لهنا باطاغون تاع العسل. هذا العسل اختياري، برك انا باش نمدلو الكولير في الماغو سي بور صح نستعملها. ملي يحبها شربات بيضاء يديرها عادي، انا نحوس برك على اللون سي بور صح حبيت ندير باطاغون تاع العسل. انا عندي في المنزل، بصح اللي ما عندهاش معليش ما ديرهاش. نحطوا الكاس تاع السكر، حطينا نص كاس سكر ونحطو كاس ماء، نديرو الضعف تاع السكر، نحطو حوالي 5 دقائق على نار متوسطه. جوست برك يهز الغليه تاعو، برك نزيدو له دقائق ونطفيو. كي نعوضو نطفيو باش نزيدو البطاغون. هاي الشربات تاعنا ما نختروهاش بزاف كيما العسل، نخليوها خفيفه، نديروا لها شويه باطاغون. انا قلت لكم على جهه اللون والنكهه ثاني تاع العسل تمدلكم، ونبدل اللون باش تجيني من داخل البسبوسه في الماغو. بصح نتوما كيما حبيتو، تحبوا تخليوها ابيض تخليوها. والان عندنا المقادير. عندنا لهنا 3 بيضات حجم متوسط، عندنا كاس زيت ما يعادل 200 غرام، كاس سكر ما يعادل 200 غرام، عندنا 3 ملاعق كبار كاوكاو نحمروه ونقشروه ونرحيوه كالعاده. كنت تعرفوا كيف ديروا الكاوكاو، تحبوا ديروه تحبوا تستغناو عليه، انا حبيت نزيدو باش يزيد لنا في النكهه يجي بنين. عندنا لهنا 2 علب فلان كراميل، هذا اللي يجي فيه لداخل الكراميل يعطينا ذوق روعه. تحبوا تستبدلوا بعلب تاع ايورت اخر كيما حبيتوا، المهم هذا يمدلنا ذوق البسبوسه تاعنا يجي هايل. عندنا 10 غرامات خميره حلويات، عندنا حوالي 2 كيسان سميد متوسط، ما ديروهش رقيق خلاص وما ديروهش خشين بزاف، ديروا السميد نورمال المتوسط، وعندنا رشه ملح. نجيبوا كاسرونه نكسروا فيها 3 بيضات، من الاحسن نديروا كل بيضه وحدها خير، اونكا تكون مثلا البيضه تاعكم فاسده ولا باش تعرفوها ما تفسدوش البيض تاعكم كامل. ديروا 3 بيضات، نديروا رشه ملح، تحبوا تخلطوهم بالباتور ولا بالبيتخا كيما حبيتوا، تحبوا تخلطوهم هكا بيدكم. انا قاعده نخلط بسرعه بيدي سي بور سا تتخلط لي مليح. نزيدو نحطوا السكر ونخلطو مليح حتى نحسوا بلي السكر تاعنا داب. نبداو نفرغوا الزيت بشويه ونخلطوا مع الخلط. طبعا نقعدوا ديما نخلطوا ونزيدوا الزيت بشويه برك حتى نكملوا الكميه. نزيدوا نخلطوا مليح، قلنا حتى السكر تاعكم يتجانس مليح ويذوب. درك نحطوا العلب تاع فلان كراميل، هذا هو اللي يمد لنا طعم روعه البسبوسه تاعنا، خاصه كي تزيدوا ديروا لها الكاوكاو تجي بزاف بنينه. نخلطوا جميع المكونات مليح حتى يتجانسوا طبعا. ودرك نزيدوا 3 ملاعق بومبي كاوكاو، من الاحسن ديروه خشين ما ترحيوهاش مليح باش يبقى لكم الطعم تاعو في البسبوسه. قلنا نرحيوها خشين ونخلطوا جميع المكونات باش نزيدوا النواشف. والان نحطوا كاس تسميد ونحطوا 10 غرامات خميره حلويات، ما نحطوش السميد كامل مع بعضها، نحطوا غير بالدفعه باسكو كاين السميد اللي يشرب لنا رابيد السوائل تاعنا ومن بعد تجينا ناشفه. على هذيك نحطوا الكاس كامل، والكاس الثاني نحطوه غير بشوي. انا درت لي حوالي كاس ونص مع 10 غرامات خميره حلويات. خلطوا جميع المكونات. هاو السميد اللي بقى لي انا، هادو العلب اللي حنا نطيبوا فيهم نورمالمون يتباعوا ب40,000 ولا 50,000، باسكو عندي شحال ملي درت الكوموند تاعهم وبقاو لي ونسيت شحال السعر تاعهم. درك نحطوهم في اي حاجه تناسبكم، ولا حطوا في كيس حلواني ولا استعملوا ملعقه كما حبيتوا تستعملوا. نفرغوهم في العلب تاعنا، ما نعمروهاش سوا ما العلبه نديروها الا ربع، ديما تنقصوا مع تتفاعل من بعد الخميره تطلع لنا شويه البسبوسه تاعنا. هذيك هي باه ما تخرج لكمش على الجوانب.
نفرغوا الخليط تاعنا كامل. انا دارت لي 13 علبه، وانتم حسب العلبه اللي حنديروها. كاين تاني علب كاري تاني يجي الشكل تاعهم روعه. انا قلت لكم كانت عندي كوموند برك عندها شحال خدمتها، وبقاو لي نصف الكميه تاع العلب. حبيت نشارككم هذه الوصفه لا خاطر رايحين للبحر، سي بورسا قلت نخدمها، منها نديها للبحر منها نصورها لكم. ها هم فرغت الخليط تاعي كامل في العلب، نحطوهم يطيبوا على درجه 180 يطيبوا لنا مليح. كي نشوفوهم بداو يحمروا على الجوانب نعاودوا نشعلوا من فوق نكملوا لها الطياب. ها هم بعد ما حمروا لنا نطيبوهم، لازم حمر مليح، نطيبوهم من تحت. كي نشوفوهم بداو يحمروا هنا على الجوانب نطفيو ونعاودوا نشعلوا من فوق، باسكو كون ما يحمركمش هادو الجوانب مازال ما طابتش من تحت. على هذه كي نشوفوا هادو الجوانب بداو يحمروا كيما هكا نطفيو عليها ونشعلوا من فوق باش تحمر لنا. دونك نحطوا لها الشربات. البسبوسه لازم تكون سخونه والشربات تكون بارده. على هذيك طيبناها قبل ما نطيبوا البسبوسه، نطيبوها كي تبرد باش نطيبوا البسبوسه تاعنا. واذا البسبوسه تاعكم بارده الشربات تكون سخونه، سما العكس. انا درت لها 3 ملاعق معمرين، كل حبه بسبوسه درت لها 3 ملاعق. وانتم حسب الوقت اللي حنديروها، انا حنا نخدمها اليوم سما حناكلوها في يومين ان شاء الله. مي بصح اللي حتخدمها مثلا على 3 ايام 4 ايام، خاصه اللي المقاهي سما اللي حيديروهم مشروع، من الاحسن تكثروا لهم شويه الشربات، دير لهم حوالي 4 مغارف ولا 5 باش تطول لكم البسبوسه تاعكم وما تنشفش. مي بصح اذا حين تاكلوها في يوم ولا يومين ديروا لها 3 ملاعق برك كافيه فيها. قلنا درت لنا هذه الكميه، درت لي 13 حبه، نشربوها مليح. هاي اللي بقات لي الشربات اللي بقات، المهم الكميه اللي درتها كامل شربتها. التزيين اختياري، كل واحد كيفاش يحب يزين. نورمالمون ديروا كاوكاو خضر ولا لوزيفيلي ولا كاوكاوي فيلي، كل واحد حسب مقدوره. بالنسبه للبيع نبيعوا الوحده ب 6000 باسكو هادو شويه غاليين. الحبه ديجا ب 1000 فرنك. ولي تحت ديرها بالحليب وتنحي العلب تاع فلان كراميل وتعوضوا حليب، تمدلها طبعا كميه اكثر من هكا وتجيها ارخص من هذه، سما نقصوا شويه. بصح من الاحسن ديروها بنفس الطريقه باش تجينا بزاف بنينه، حتى كي تبيعوها لي كوموند ولا لاي مكان يعجبوهم. تزيين انا زينت هكا وكل واحد كيفاش يحب يزين. انا قلت لكم ديت معايا هادو بسبوسه فرديه ودرت بيتي فور تاني اني صورته لكم. درك كي نكمل هذه ان شاء الله نصور نحط هذاك تاني. هاو التزيين تاعي انا كملته. قلنا التزيين واش عندكم في المنزل، شوفوا من داخل تجي مشربه وتجي بنينه تجي خفيفه. قلت لكم تجي هايله جربوها بربي ان شاء الله ما تندموش عليها. طياب لازم تطيبوها مليح باسكو مخدومه بالسميد باش تلقاوها من داخل طايبه. طيبوها مليح حمرة مليح. ودرك ها هم الغطاء تاع كل قالب نغطيو الحبه هكذا. واذا حين تخدموها كوموند اشريو الملاعق هذيك الصغيره تاع الجوطابل ونحطوها من فوق، خاصه للحفلات المناسبات لاي مناسبه تجي مليحه فيها. انا كانت هذه الوصفه تاعي ان شاء الله تعجبكم، وكان هذا تزييني بسيط ان شاء الله ينال اعجابكم. ديروا لي جيم للفيديو ما تنساوش. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام.